مساء الخير واهلا بيكم في تاني حلقة من فلوس بودكاست في رمضان. لو انت شاطر الناس هتجري وراك، ولو انت شاطر ومشهور الناس هتقطع نفسها عليك، ولو انت شاطر ومشهور وربنا كرمك بشوية كاريزما انت اللي هتقول للعميل لا. ايه بقى الكلام ده؟ personal branding هي دي كبسولة الموضوع. انت كده كده هتبيع، كده كده هتبيع لانك شاطر. اي حد في مجاله بيدور يكون شاطر، بيعلي النولج بتاعته، بيذاكر. ففكرة انك تكون شاطر هي عملية ليها علاقة بالدراسة. انا بذاكر، بأبلاي، فبالتالي بعرف ابيع خدماتي او منتجاتي. فكرة انك تكون مشهور فتبيع اكتر، كلاينتس تقطع بعضها عليك، ده البيرسونال براندنج. احنا في عالم وعصر الشهرة، اللي بيبيع اكتر هو اللي عنده شعبية اكبر. لكن لو انت بقى شاطر ومشهور وعندك كاريزما كده وقبول، هتبقى عندك، هتوصل مرحلة كده اللي هو ايه، انا هشتغل مع الناس دي ومش هشتغل مع الناس دي. البيرسونال براندنج مش ان يبقى عندك عدد متابعين على سوشيال ميديا وعندك انستجرام عنده ملايين وعندك فيسبوك خالص. انت ممكن تعمل بيرسونال براندنج مش بس يعني تبقى مشهور في مجالك. يعني لما حد يقول مثلا اشطر حد في اندستري مثلا التسويق يقولوا اكس، اشهر حد في السيلز النهارده بنقول صلاح ابو المجد. نتفق ام نختلف، بس هو دلوقتي قدر يعمل بيرسونال براندنج في الحته دي. اكتر حد شاطر في التك مين؟ نجاتي. ليه؟ قدر يعمل البيرسونال براندنج في الحته دي على فكره من قبل ما يبقى عندهم فولورز. يعني الناس دي مش شغاله امبارح، الناس دي شغاله من زمان. ففكرة البيرسونال براندنج اللي احنا واخدينها على ان انا يبقى عندي عدد متابعين مش صح تماما. انت ممكن يبقى عندك شعبية في مجالك انت والناس عارفة ان الراجل ده شاطر. فدي اول تريك واول توضيح لازم نتكلم عنه. طيب، تاني حاجة لما تيجي تعمل بيرسونال براندنج ما تفكرش ابدا انه عشان لشخصك. يعني انت النهاردة عندك شركة جديدة، عملت شركة ماركتينج مثلا، عملت شركة بتبيع ادوات منزليه. انت لو طلعت اتكلمت انت عن التكنولوجيز اللي في شركه الماركتينج عندك، ايه الحاجات بتاعت التولز بتاعت الاي اي اللي انت بتابلاي، مين العميل اللي اشتغلتوا معاه النهارده، وتاخد الناس باك، يعني بي تي اس بيهايند ذا سينز، وايه اللي بيحصل واحنا حضرنا واللوكيشن انا مش عارف ايه والكلام ده. الناس هترتبط بالعلامه بتاعتك وهترتبط بيك. ايلون ماسك النهارده لما بينزل اي حاجه، اي حاجه، الناس تقول لك الراجل ده خلاص احنا وراه. ليه؟ عشان عمل بيرسونال براندنج. لو ايلون ماسك، لو الناس دي اللي هي عامله تشات جي بي تي وعامله 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 لقوا انه كان الاسهل ان هو يسوق المنتج لوحده ما كانش طلع. خلي بالكوا، الظهور مرهق. يعني فكرة انك تكون موجود وتكريت كونتنت وكده دي حاجة مش سهلة، حاجة مرهقة. فاكيد الناس دي مش قاعدة فاضية بحجم البيزنس اللي عندهم ده كله عشان يقرروا يعملوا بيرسونال براندنج يبقى عندهم تواجد. فالبيرسونال براندنج ما بقاش اختيار، اتس ا ماست في ايا كان المجال، خصوصا في الزمن اللي احنا فيه، لان الكومبيتيشن بقت عاليه جدا. وخلي بالك كل واحد عنده الادج بتاعه، عنده الحته اللي هو مميز فيها. فما تقلقش خالص وتقول اصل فلان اوريدي مشهور في المجال ده. خالص، انت هتطلع، هيبقى ليك الكوميونتي بتاعتك، هيبقى ليك الناس اللي مستنيه منك المنتج بتاعك. وازماتش از ان انت شاطر وتشو ده، الناس تشتغل معاك. من الحاجات المهمة كمان انه لو انت ما اتكلمتش عن البراند بتاعك هو مش هيتكلم عن نفسه. البراند ملوش بق ولسان عشان يتكلم عن نفسه، فمين هيتكلم عنه احسن منك؟ انت الوحيد اللي مؤمن بفكرتك، انت الوحيد اللي واثق انك تقدر توصل البرودكت ده لحتة تانية. انت الفيجن، انت اللي شايفها، فاحسن واحد يتكلم عنها هو انت. نيجي نتكلم عن اشهر انواع البيرسونال براندنج، وان انت يكون عندك اكونت على السوشيال ميديا وعندك عدد متابعين. كل الناس دلوقتي بقت انترستد في الموضوع ده، سواء بقى كانوا رواد اعمال، سواء كانوا بيسوقوا لنفسهم بيعملوا كورسز وات ايفر، يعني ايا كانت الصناعه. انا دلوقتي عايزه ابتدي، مش عارفه ابتدي منين، ايه الخطوات اللي امشي عليها، ابدا ازاي؟ واحده واحده كده. فاكرين الاستراتيجي؟ هنعمل لك استراتيجي. تعالى بقى ايه، نفهم بس ايه الكلام ده.
دلوقتي أنت لمّا بتيجي تعمل marketing للbusiness بتاعك، أول حاجة بتشوف السوق. طيب عايزة آخُد example مثلًا خلّيني أقول أنت مثلًا حد nutritionist مثلًا، تعالَ شوف الmarket أنت هتشتغل فين، هتشتغل في مصر والّا برّه مصر؟ طيب، فأنا أول حاجة باشوف أنا هاشتغل فين، ده رقم 1 وأدرس السوق والneed بتاع الناس في الحتّة دي عامل إزاي، وhow I'm gonna trigger الneed ده. يعني إيه بقى الكلام اللي أنتِ بتقوليه ده عشان أنتِ كبّرتِ الموضوع أوي؟ يعني دلوقتي مثلًا أنت هتشتغل في السعودية، طيب هُم الناس هناك أساسًا مهتمين بفكرة إن هُم يعملوا shape وإن هُم يخسّوا والكلام ده، لازم أدرس السلوك الclient بتاعي هناك. طب هي الناس أساسًا بتقعد قد إيه على السوشيال ميديا؟ طب هي إيه أهم المنصات اللي الناس بتقعد عليها في السعودية أو في middle east أو whatever البلد اللي هتشتغل فيها؟ طب إيه أهم التوقيتات اللي بيبقوا متواجدين فيها online؟ طب بيقضّوا كام ساعة من يومهم على السوشيال ميديا؟ عشان لو مثلًا طلع إن هُم بيقضّوا ساعتين طول اليوم على السوشيال ميديا، فأكيد مش هاروح أنا أعمل لهم فيديو ساعة، ما مش هيسيب كل حاجة ويتفرّج عليَّ، خصوصًا لو أنا لسه بادئ، فأروح في short content، فأدرس الmarket كويس جدًا، جدًا، وفي دلوقتي tools كتيرة وفي websites بتنزّل reports عن الmarket research ده الdigital market research تقدر تقراها وتحلّلها وبتبقى كاتبة كمان معظم التحاليل، لو عايزينها اكتبوا لي في الcomments أقدر أبعته لكم. يبقى أول خطوة أنا هادرس السوق بتاعي عشان أشوف أنا لمّا هاطلع أساسًا في need والّا لأ، لإن ما فيش حد بيخلق الneed، إحنا بنtrigger الneed عشان تتقلب want عشان العميل ييجي ويقوم وياخد action. خلّي بالك إحنا دايمًا بنقول إن الclient ده كسول جدًا، كسول جدًا، يعني عشان تخلّيه ياخد action دي process، عشان كده في حاجة اسمها sales funnel وبناخده من مرحلة لمرحلة، بتفضل تعمل content من content من content ولمّا بيشتري بتعمل retargeting، فالموضوع مش سهل. فأدرس السوق. رقم 2 أدرس المنافس، مين بقى أهم الnutritionist اللي موجودين، مين أهم الmarketeers الموجودين، مين أهم أي حاجة أيًا كان الindustry، أنا بس يعني باخد example. أشوف عاملين إيه، شكل الcontent إيه، بيشتغلوا إزاي، بيشتغلوا على أنهي منصات، بينزّلوا الساعة كام، مركّزين أكتر على أنهي نوع من content وأنهي نوع عامل engagement، لإن خلّي بالك ممكن يبقوا هُم مركّزين مثلًا على الposts الثابتة، لكن في الواقع هُم منزّلين كام reel هُم اللي عاملين المشاهدات، فمش عشان هو منزّل مثلًا أكتر designs أو photos أو كده، يبقى هي دي الأحسن، لأ التفاعل هو اللي بيحكم، والتفاعل مش العادي، تفاعل الcomment والshare مش اللايك والكلام ده. درست المنافس كويس، فهمته كويس أوي، آجي بقى لنقطة مهمة جدًا وهي أنا، حلّلني بقى. يعني إيه بقى، يعني إيه حلّلني؟ عارفين أكيد الSWOT analysis، نقاط القوة بتاعتي فين اللي هي الS، نقاط الضعف بتاعتي فين اللي هي الW، الweakness، نقاط أو فين الopportunities اللي عندي في الmarket اللي أنا أقدر أhunt وأشتغل عليها، إيه الthreats أو إيه التهديدات اللي ممكن أتعرّض لها، فأبقى عامل حسابي من الأول واخد بالي منها. فمهم جدًا الSWOT، مهم جدًا تبقى فاهم نَفْسك، خلّي بالكم، ناس كتير أوي مش فاهمة نَفْسها. ناس كتير أساسًا مش عارفة هي بتصحى الصبح تروح الشغل ليه، أدينا بنشتغل، أدي الأيام بتعدّي، لازم تبقى عارف أنت بتعمل كده ليه، لازم تبقى عارف أنت قوي في إيه، يعني لازم تبقى شوف أنا عندي presentation skills عالية مثلًا، أقدر عندي حضور قدّام الكاميرا، لأ أنا ما عنديش، يبقى حاجة يالّا اكتب weakness هاشتغل عليها، آخد courses، أروح أقول لكم حاجة، أنا رُحت خدت كورسات إعداد برامج وخدت إزاي أقف قدّام الكاميرا وإزاي أتكلم. وإزاي ما تهتاش، أنا بقى لي أهو 8 ساعات باصوّر ما عملتش ليه؟ مش تحضير، مش بس تحضير، هو تحضير is a part، بس تدريب، عشان دي مشكلة عند ناس كتير. أشتغل على نفسي، أشوف نقاط ضعفي، أنا والله عندي knowledge في المجال بس ضعيفة شوية، أروح آخد كورس و2 والكورسات بقت online وfree والمعلومات أدينا بنقول أهو معلومات وfree، فما حدش له حجة، قوموا اشتغلوا على نفسكم. طيب نقاط القوة بتاعتي هي دي اللي هابروزها في الأول، يعني مثلًا أنا عندي مثلًا سابقة أعمال قوية جدًا، أشتغل عليها في الأول أعرضها، فاهمين قصدي؟ أنا عندي مثلًا حضور قوي جدًا وباقدر أوصّل المعلومة، أشتغل أعمل informational content جامد جدًا ويساعد الناس ويgo viral معاك إن شاء الله، فاهمين؟ فنقاط القوة والضعف دي أنا متأكدة إن ما حدش بيعملها،
يعني ناس قليلة جدًا اللي بتفهمها وبتعملها على نفسها، إحنا دايمًا بنapply على الbusiness وبنعملها، بس ما بنعملهاش على نفسنا. طيب إيه الفُرَص اللي في الmarket؟ هادّيكم example. إحنا مثلًا عندنا في مصر دايمًا الناس لمّا بتعوز تاخد courses خصوصًا في الmarketing أو في الbusiness أو كده، تنزل الدقي أو مدينة نصر أو التجمُّع بس. كل الناس اللي عايشين في أكتوبر ما لهمش مكان بيروحوا ياخدوا فيه courses، خصوصًا اللي ليها علاقة بالbusiness والmarketing، وخصوصًا الmarketing. فإحنا أمّا قعدنا نتكلّم، إحنا بندّي courses وكُنّا بنروح هناك، يعني كُنّا عشان أدّي courses كنت باروح هناك، فقُلت لهم: "لأ، إحنا هنpenetrate الحتّة دي وهنكسرها، لإن في community هنا في أكتوبر في زايد، فإحنا محتاجين نattract الcommunity دي." لقينا gap أهو، دي opportunity، إحنا لقينا gap أهو، ما فيش حد هنا بيدّي courses، ناس قليلة جدًا ومش مسمّعة، فيالّا let's hunt this opportunity، يالّا نشتغل عليها، وخدنا المكان نشتغل عليه، إن شاء الله very soon هنكون، يعني ممكن وأنتم بتتفرّجوا على الحلقة دي نكون إحنا أعلنا أصلًا، تمام؟ دي ميزة قوية جدًا في الSWOT analysis، تهديدات. هل إحنا مثلًا عندنا ارتفاع في سعر الدولار جاي مثلًا، فأنا أخلّي بالي ده هيأثّر على الأسعار والمبيعات بتاعتي and so on وأعمل حسابي؟ هل مثلًا متوقع يحصل حرب، بعد الشر يعني؟ هل تبدأ تحُط الحاجات الeconomical اللي ممكن تأثّر عليك، الحاجات الpolitical اللي هي الاقتصاد والسياسة والحاجات دي، تبدأ تفكّر إيه اللي ممكن يهدّدني؟ ممكن يهدّدني مثلًا، ممكن يكون في competitor جامد جدًا واكل السوق، هو مثلًا زي كده مثلًا في markets زي مثلًا ال الcommunication أو الtelecom يعني، اللي هو فودافون، أورنج، وي، و واتصالات، بس. فأنا دلوقتي لمّا آجي أدخل بشركة كبيرة زي دي فيها بس 4، لأ دي threat كبيرة جدًا، أنت هتخش إزاي، هتعمل إيه، هتقدّم إيه؟ ده هو market مقفول، الدخول فيه صعب جدًا، فاهمين قصدي؟ as example يعني. فمهمة جدًا خطوة الSWOT. طيب عملت SWOT analysis، فهمت نفسي كويس، أبدأ بقى أشوف according للanalysis اللي عملناه في الأول، سواء لنفسي وللمنافس وللسوق، أنا إيه المنصات اللي هاشتغل عليها، اختيار المنصة مهم جدًا، جدًا. بعد كده انتشر على باقي المنصات، بس ركّز مع منصة واحدة، لإن دي غلطة بنقع فيها كلنا، أول ما بنبدأ اعمل page فيسبوك، اعمل account سناب شات، اعمل تيك توك، اعمل إنستجرام. واعمل يوتيوب واعمل وبعدين تبقى أنت محتاس، لإن تعدُّد المنصات هيخلّيك مش قادر تcreate content، لإن مش كل المنصات ينفع عليها كل الcontent، فلازم تخلّي بالك جدًا من اختيار المنصة، ودي نقطة يعني مهمة. لو أنت في السعودية خلّيك سناب شات، لو أنت في مصر خلّيك إنستجرام وفيسبوك، لو أنت business أوي خلّيك LinkedIn، فit depends on أنا هاعمل إيه والindustry والمجال وحاجات كتير أوي، خلّي بالكم من النقطة دي ما تقعوش فيها. طيب حددنا منصات، حددنا الدنيا، عرفنا هننزّل كام post، عرفنا هنسجل reels والّا هنصور reels والّا هنعمل post والّا هنعمل mix. الcontent بقى، الcontent ده أنا أنا باحب الcontent أوي، بالنسبة لي هو number one. لو عملت content حلو ومفيد الناس هتتلم عليك. الناس دلوقتي في الزمن ده بتجري ورا المعلومة، بسبب التطور الكبير اللي إحنا بقينا عايشين فيه، الناس نفسها تسمع معلومة وتلاقي حد بيعلمها، محتاجة تواكب، الناس already عندها الneed وعندها الwant، أنت مستني إيه؟ قُل معلومات. فعندك informational content، storytelling content مهم جدًا، خُد الناس معاك في الحكاية، ليه أتابعك؟ اربطني بقصة، احكِ لي الحكاية بتاعتك، ليه بتعمل الكلام ده؟ كنت بادئ إزاي ورُحت فين؟ ما تحكيش حياتك، أنا مش باقول لك احكي حياتك، احكي حياة الbusiness، يعني أنت بتعمل personal branding عشان توصّل الbusiness أو توصّل الشركة أو توصّل الsessions بتاعتك أو whatever لحتّة معيّنة، فاحكِ عنها. حتّة مهمة جدًا. هاعمل إيه تاني، أنواع content، ما اوعى تروح sales، اوعى تقول لهم ده أنا مش عارف إيه، لكن ممكن مثلًا أفتح الكاميرا وأقول لهم يا جماعة ده أنا جِبت مجموعة من الproducts الجديدة، حابب إن أنا أعمل لها unboxing معاكم وأفرجكم عليها في الbrand بتاعي، بس أنتم قُلتوا لهم اشتروا؟ لأ، أنت قُلت لهم هافرجكم، فاوعى تروح sales في الpersonal brand، يعني نادرًا. لمّا تعمل community ابدأ بقى اعمل وبيع وقُل لهم أنا جِبت كمية محدودة and so on. ففكرة الcontent ممكن تdrive معاك sales لوحدها لو اتعملت صح واتبنت صح، content strategy واضحة، وشوية بشوية ابدأ طوّر في الvisuals بتاعتك، طوّر في شكل الفيديو اللي أنت بتعمله،
أنا لمّا بدأت يعني لو رجعتوا في الchannel اللي تحت هتتخضّوا. ليه؟ لإنه عادي أنا بدأت واتعلّمت وأنا ماشية وبدأت أشتري وأكبّر وأعمل and so on. والنهارده بنصوّر بحاجات أعلى من السنة اللي فاتت، والسنة اللي فاتت كانت أعلى من اللي قبليها. فthis is normal. ابدأ دلوقتي، هتفضل تأجّل، هتفضل قاعد مكانك والدنيا بقت تجري أسرع ما يكون. بعد ما عملت الcontent وصوّرته، هيقابلك بقى مشكلة كده حابة أتكلّم فيها خارجة عن الmarketing شوية، بس ليها علاقة بالself esteem أو الثقة بالنفس. الواحد في الطبيعي مش متعود يشوف نفسه، إحنا بنشوف نفسنا الصبح قدام المراية تك تك تك، وأقوم إيه نازل. فلما باجي قدام الكاميرا كمان الكاميرا بتبقى فوكسد قوي على وشك، فبتلاقي عندك رياكشنز غريبة، حركات مختلفة انت مش متعود عليها. بتلاقي وانت بتتكلم بيحصل حاجة انت ايه ده، مين ده، فبتبتدي تقول لا 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 ابعدوني عن الفيديوهات. ودي اكبر غلطة انت بتعملها. الفيديو النهاردة ليه باور مش عادي، احنا طول ما احنا ماشيين دلوقتي بنتفرج على فيديوهات، فانت هتيجي تعمل بوستس بس هتقع، خصوصا لو انت هتشتغل في البلاتفورمز اللي كلها فيديوز. فركز بقى في الحتة اللي جاية. لو انت النهاردة صورت فيديو ولقيت نفسك بتعمل حركة غريبة، هقولك على تمرين لذيذ قوي. انت حضرتك هتقف قدام المراية، وفليكن مثلا انت لقيت ان انت بتكشر وانت بتتكلم، هتبدأ تمسك الحتة دي وتعمل كده وتتكلم. اول ما تمسكها وتركز ان انت تظبطها، هيحصل ايه؟ هيحصل تهتها في الكلام. ليه؟ عشان انت دايما متعود تركز في حاجة واحدة، مش متعود تركز في حاجتين. هتفضل مرة على مرة على مرة I promise بعد أسبوع الحركة دي هتروح، هتتعود على الشكل الجديد. حاجة تانية المستمرة دي، ودي موجودة عند ناس كتير قوي، خصوصا في البابليك سبيكينج أو في إن أنت تقعد قدام كاميرا. دي حلها حاجتين، التحضير ثم التحضير ثم التحضير. لو أنت مش متعود على الكلام الفجأة قدام الكاميرات ماي جاد. وتاني حاجة، اللاج ده بيحصل من ايه؟ دي حاجة خدناها في ورشة إذاعية. قالك ان اللاج ده بيحصل يا اما دماغك سابقة لسانك، يا اما لسانك سابق دماغك. فالحل ان انت تسync زي ما بنعمل سينك كده للفي او مع الصورة انك تسync الاتنين ببعض. طب اسync الاتنين ببعض ازاي ومن غير تريقة؟ مجلة ميكي قالك مجلة ميكي فكرتها ان في كونتنت وفي صورة، انت عمرك ما هتفهم الكونتنت اللي مكتوب الا لما تشوف الصورة. فسync قراية مجلة ميكي كل يوم لمدة أسبوع 10 أيام هتخليك تعمل السينك ده. فانت هتلاحظ مع التحضير ان الجاب ده قل. وده كان تريننج خدناه والله في ورشة فعلا. فاشتغل على نفسك، هتلاقي نفسك مرة على مرة بتشوف وبتعدل. طيب نزلت الكونتنت، اعمل اعلانات؟ لا، اوعى تعمل اعلانات خصوصا في الاول. وده رأيي على جميع المنصات، انك لو اشتغلت في البيرسونال براندنج اورجانيك صح هتوصل لعميلك من غير ولا مليم. فبليز ما تروحوش جري على الميديا باينج، ايه ده انا هصرف على طول. لا، اصرف على الكونتنت في الاول بالذات. لما يبقى عندك قاعدة كونتنت كبيرة وعمل لها اناليسز والدنيا مش احسن حاجة وعايز تعمل بوش باعلان اويرنس ولا حاجة يعلي الريتش بتاعك. لكن اوعى يعني توصل للمنصات ان انت بتدفع اعلانات في البيرسونال براندنج. وبكده اوعدك ان شاء الله ان انت هيكون عندك بيرسونال براند قوي، ولما تيجي تفتح بقى اي شركة بعد كده تقدر تبيع اي حاجة. حضورك الايفنتس مهم جدا، اللي ليه علاقة بالبزنس او ليه علاقة بالاندستري مهم جدا، وتصور وتتكلم. نتوركينج مهمة جدا في بيرسونال براندنج، ابقى موجود مع الناس واكلم الناس اللي في مجالي واشوف ده بيعمل ايه وبيعمل ايه وبيعمل ايه، يبقى ليا حضور مهم جدا. ظهورك في بودكاست، ظهورك في تلفزيون، ظهورك في راديو مهم جدا. وده والله هيجي لوحده مع الوقت، عشان ما تقوليش ده بيتعمل ازاي، ده بيجي لوحده مع الوقت لو انت عامل كونتنت فعلا حلو وتعبان عليه. طبق كل الخطوات دي، اكتب لي اي سؤال انت عايزه في الكومنتس هجاوب عليكم. صدقوني لو عملتوا الخطوات دي وما تزهقوش، لان البيرسونال براندنج حباله طويله شويه في الاول، بس وانس انه بيفتح انت بتحس ان الموضوع راح في حته تانية. وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. اشوفكم في حلقه جديده من فلوس بودكاست. باي باي.